هلو جايز، هاو ار يو؟ عاملين ايه؟ قلت كده اتكلم شويه قبل ما اروح الجيم في الموضوع اللي كنت بكلمكم فيه في العربيه، على السبلمنتس اللي تاخدها والسبلمنتس اللي مش اللي انا حاسس ان هي ملهاش اي لازمه. من غير كلام طبعا، كرياتين هو اهم حاجه. انا استخدمتها وعملت معايا فرق، ويعني انا اصغر واقل من ان انا اتكلم على الكرياتين. باي ذا واي، ايه تاني؟ بروتين لو انت محتاجه، لو انت مش محتاجه ما تاخدوش. يعني لو انت بتاكل بروتين قليل خده. انا ساعات بجيب بروتين وبيفضل عندي بالشهور ما بستخدموش عشان ببقى ظابط اكلي. بستخدم البروتين بس لما اكون عايز ازود البروتين زياده عن اللزوم، ولما اكون مبوظ في الاكل فباكل كاربس كتير وباكل فاتس كتير فما فيش روم للبروتين. ايه تاني؟ فده الحاجات طبعا اللي كل الناس بتتكلم عليها. السبلمنت بقى اللي انا جاي اتكلم عليه واللي استخدمته من فتره قريبه ونفعني جدا 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 جدا، الا هو المغنيسيوم جلايسينيت. ما كنتش مصدق ان هو هيشتغل قوي كده، بس المغنيسيوم جلايسينيت رائع. حسن لي نومي بشكل كبير جدا. بقيت بحس ان انا بقيت بخش في الديب سليب اسرع واطول من زمان. فبس ريلاكسيشن، بقيت حاسس كمان ان عضلاتي ريلاكست اكتر. حاجه تانية كمان، a very 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 cheap pre-workout ممكن تاخده، الا هو الكافيين بيلز. ممكن اكيد تاخد اللي هو البري ورك اوت العادي، لكن الكافيين بيلز برضو لو انت بتدور على حاجه ارخص من البري ورك اوت العادي، هيبقى الكافيين بيلز موجود في كل البلاد. وبيدي تقريبا 95% من اللي هيديهولك البري ورك اوت بأرخص بكتير جدا. وكمان هو بيلز فبيتاخد بسهولة جدا، لا محتاج بقى لا تخففه ولا تعمله في شيك ولا اي حاجة من الحاجات دي. ايه تاني؟ زنك. لو انت برضو بتدور انك تبيك الليفلز بتاعة التستوستيرون بتاعتك، الكافيين الزنك مهم جدا 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 انك تاخده. وفيتامين دي 3. فيتامين دي 3 اعتقد 99% من الناس عندهم نقص في فيتامين دي 3، ولو هو قليل عندك هرموناتك هتبقى تحت، البون دنسيتي بتاعتك هتبقى تحت، فكله هيبقى سيء. فبرضو خد فيتامين دي 3. احاول اصور لكم برضو كل الكلام ده لما اخلص جيم. انا دلوقتي في نص التمرينة بتاعتي بتاعة العوم وبس. سيو في الجيم. باي باي. لسه مخلص وطالع على الجيم دلوقتي. علينا تمرين الظهر نار باذن الله. البري ورك اوت موزه وعصير بنجر. يعني عصير البنجر فوائده كتيره جدا واحلى بامب في التمرينه. مش لازم طبعا تجيب عصير بنجر جاهز، ممكن تجيب البنجر وتعمله انت عصير وتحط معاه اي نوع كارب انت بتحبه، ممكن شويه سكر حتى مش مشكله. فسيو في التمرينة بتاعة الظهر. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ده
المغنيسيوم جلايسينيت هايلي ريكومندد لو انت عندك مشاكل في النوم. انا دي اكتر حاجه نفعت معايا. الزنك لازم كمان تاخد زنك، مهم جدا ل 1000 هرمون تقريبا في جسمك، فكتير قوي طبعا، انا بهزر يعني، اكيد مش 1000 ولكن مهم جدا. ارخص بري ورك اوت ممكن تلاقيه وافكتيف جدا وسهل انك تستخدمه. هات اي كافيين بيلز، ده بتاع ماسل تك. كلنا عندنا غالبا نقص في فيتامين دي، فهات برضه كمان فيتامين دي. واخيرا وليس اخيرا فيتامين سي لو انت عندك مشاكل في المناعة وبتعطس كتير زي حالاتي. وهتحتاج اي نوع كرياتين، طبعا كرياتين مونوهيدرات، ما تجيبش اي حاجة تانية، اي حاجة تانية هتبقى اغلى وهتبقى ملهاش لازمة. فكرياتين مونوهيدرات حتى ارخص حاجة هتلاقيها، لان هم كلهم تقريبا بيجوا من نفس السورس، فهي مجرد بس براندز مختلفة. واخيرا وليس اخرا، لو انت واحد بتجري او بتعرق كتير، بتلعب كورة، هتحتاج خصوصا في الجو بتاع الصيف هتحتاج اي نوع الكترولايتس بحيث انك تاخده بعد التمرين، بحيث انك تعوض الاملاح اللي انت خسرتها. anyway مش هطول عليكم اكتر من كده، حبيت الفيديو النهارده يبقى مختلف شوية، و see you الفيديو الجاي.